حقيقة المرأة برضه الشريعة ذات اللي هسه بتعامل بها هي دخل فيها الفقه وفيها صور كثيرة جدا من التعامل اللي الناس يعتبروه دين. هسه في الوقت الحاضر في المحاكم في الفقه ده ما ماخذ من الاجتهادات اللي بعدت الناس من الدين. المرأة زوجها ما مسؤول يعالجها. المرأة إذا مرضت أهلها يجوا ياخذوها يعالجوها، لما تبقى سليمة يجي زوجها ياخذها. المرأة إذا ماتت عند زوجها هو ما مكلف يجيب كفنها ويجهزها ويسترها ويدفنها، يجي ياخذوها أهلها. دي صور من العمل المعمول به هسه، ودي ما الشريعة الحقيقة. مسخت المسألة وبعدت حتى في مسألة الأحوال الشخصية حتى عن الشريعة الغايبة، بقى في غياب زيادة في الاجتهادات الكثيرة اللي وردت من الفقه. يعني نحن بنقول أن الوضع ده ما يعود، والوضع ده ما يمكن يكون الدين ولا فيه شيء من الإنسانية، بعيد. إذا لازم نرجع بالموضوع ده لأصل الدين. أصل الدين هو ما سميناه نحن بالرسالة الثانية وفيها تطوير الشريعة، وده تجي في القرآن كلها. القرآن لما نزل كامل للناس في مكة 13 سنة الناس ما قدروا، 13 سنة ما استجابوا، لأنهم زي القاصر، زي الطفل الصغير مثلا. يا إذا كان قلت للولد يا ولد امشي المدرسة، قال لك أنا ما عايز أمشي المدرسة، قلت له على كيفك بيمشي يلعب، بيمشي يلعب ويمشي يتهرب ويمشي البحر وفي الصور دي. لكن انت بطبيعة الحال بتلزموه اللي يمشي المدرسة، لأنه ما عليه كيفه، لأنه عمره 6 سنين، عمره 7 سنين، عمره 10 سنين، انت وصية عليه، أبوه وصي عليه. جاء الإسلام في مكة زي الصورة دي، كأنه قال زي اللي بيقولوا للولد أمشي المدرسة، قالوا لهم آمنوا بالله. أبو 13 سنة هذا. فجاء القرآن ثاني نزل بدرجة جديدة، قال الناس دين ما هو الرشد الأمن يقول لهم آمنوا أو أتركوا الإيمان عليك يسر. في مكة يقول له وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لما 13 سنة ما جابهم فائدة في الوضع ده، نزل قرآن جديد. لكن بعد ما النبي هاجر، لأنهم مع أنهم ما أسلموا كانوا عايزين يقتلوا، أحاطوا ببيته في آخر لحظة زي ما بيقولوا الناس في ساعة الصفر. هو هاجر ليلة الهاجر فيها كانوا محيطين ببيته، قالوا في حيلة من حيلهم يضربوه ضربة رجل واحد، بعدين أهله ما يعرفوا الكاتل منه يقبلوا الدية من القبائل. دي كانت خطتهم. أبو يؤمنوا مش بس كمان عايزين يقتلوه. فلما هاجر ظهر الأمر ده أنه الناس ديل ما عليه كيفهم، الناس ديل ما هم الرشد حتى يقولون عليه كيفهم، الناس ديل بفر زي الأطفال، لازم يسوقوهم بالسيف لمصلحتهم. فكانت الهجرة وكان القرآن في المدينة. القرآن في المدينة ده كان عليه الحكم. الكلام اللي قلناه عن المرأة ده جاي في قرآن المدينة.